السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم. نبدأ هذه الحلقة من سلسلة رحلتي مع التشافي من هوس نتف الشعر من القلب للقلب. عنوان الحلقة ديال اليوم هو شنو كيوقع لينا قبل ما نحكو ولا نتفو شعرنا. اليوم غادي نغوصو في الأحاسيس المخبية. في البداية أنا كنرحب بكل القلوب اللي كتسمعني اليوم. أنا سعيدة أنك هنا، أنك خديتي من وقتك باش تسمعني، باش تسمع هاد الكلمات اللي خارجة من القلب. هاد المكان هو مساحة أمان، حب وشفاء، وغادي نبداو مع بعض رحلة جديدة، حلقة جديدة، خطوة جديدة نحو النور والراحة الداخلية. أنا سهيلة ورجعت لكم في حلقة جديدة من رحلة الشفاء من هوس نتف الشعر، خطوة بخطوة. اليوم بغيت نهضر على لحظة صغيرة ولكن مهمة بزاف، لحظة كتمر في صمت، في دقيقة، ولكن كتخبي وراها بزاف. شنو كيوقع قبل ما نمدو يدينا، قبل ما نحكو، قبل ما نتفو شعرنا؟ شنو كاين في داك الفراغ اللي كيجي قبل الحركة؟ توتر، غضب، حزن، ملل، ولا مجرد إحساس ثقيل ما قدرناش نفهموه؟ أنا بزاف ديال المرات كنت كنلقى راسي كنتف بلا وعي، ولكن منين وليت كنوقف ونسول راسي شنو حسيتي قبلها، جاوبني صوت داخلي وكيقول كنت محتاجة نرتاح، كنت محتاجة حد يسمعني، كنت كنبكي بلا دموع. وهنا جا الفهم. الله سبحانه وتعالى حاط في الجسد ديالنا آليات عجيبة للحماية. منين ما نقدرش نهضر، ما نقدرش نعبر، الجسد كيتكلف، كيصيفط إشارات، ويمكن حتى يخرج الألم على شكل عادة. إلا جسدنا بدا كيعبر بهذه الطريقة، ماشي لأنه باغي يأذينا، بل لأنه كيبغي ينقذنا، كيبغي يحمينا، يخرج داك الحزن، داك الضغط، داك الصراع اللي مخنوق، ويقول أنا هنا وأنا معاك، غير سمعني. كنت كنخاف من الجسد ديالي، واليوم وليت كنقول ليه شكرا، حيت ما خليتينيش نغرق. تفكرت واحد المرة في طفولتي كنت ساكتة مقهورة وما عرفتش كيفاش نطلب ولا نبكي ولا حتى نقول أنا ماشي بخير، وتخيلت أن داك الإحساس القديم باقي ساكن وكيظهر من وقت لوقت في شكل حركة، في شكل عادة، في شكل نداء غير مفهوم. لكن اليوم ماشي ضروري نرد عليه بنفس الطريقة، نقدر نختار نبدل داك الفعل بشي حاجة جديدة. مثلا نفس عميق، لمسة دافئة، كلمة مكتوبة، ولا مثلا نغني، أي حاجة اللي نقدر نخرج بها هذاك الضغط وداك الشعور اللي باغي يخرج. ولا غير همسة بالقلب تقول أنا معاك وخا الأمور صعيبة. فاش كتجيك الرغبة سول أو سولي راسك شنو خاصني دابا، شنو كنحاول نهرب منه، شنو كنستاهل نسمع من عند راسي. الشفاء ماشي سباق، الشفاء ماشي مثالية، الشفاء هو أنك تبقى توقف مع راسك كل مرة، في كل لحظة،
وتقول أنا ماشي غلطة، أنا إنسان وماشي بوحدي. نتسناكم في التعاليق، في الصمت، في الإحساس، ورجاء إلى وصلاتك هاد الكلمات خليها تدفي بلاصتك وتقول لك ماشي عيب تكون ضعيف، العيب هو تبقى قاسي مع راسك وانت في وسط العاصفة. أنا كنت دايما كنحس أنني ما غاديش نخرج من هاد الدوامة، ولكن اليوم وأنا كنتكلم معكم كنقدر نقول أني بديت كنتنفس من جديد. وكل مرة كنختار فيها نسمع لقلبي بلا ما نأديه كنحسني كنكبر وكنتشافى مزيان من الداخل.